السلام عليكم ومرحبا بكم حبيباتي الغاليات. اليوم مع وصفات كوكب الطبخ الجزائري جيتكم وجبت لكم حلوى تقليدية جزائرية وهي حلوة اللمبوط. بقاو معنا متروحوش بعيد، فرجة ممتعة طيبة. بسم الله على بركة الله. نحتاج إلى 5 حبيبات تاع البيض، راهم في الغيسيبيون، كاس ونصف من السكر، المايزينا والزيت ومبشور من القرص. حطينا البيض في الغيسيبيون، نزيدوا له رشة تاع الملح مباشرة، فوالا، ونزيدوا كذلك ملعقة صغيرة من الفانيليا دايما باش نكهو الحلوى تاعنا. نقوموا بعملية الخلط. إلا عندك الفوي ديري بالفوي، وإلا الباتور ديري بالباتور كما درنا. فوالا، نزيدوا السكر قلنا كاس ونصف من السكر، هذا الكاس تاع 220 ملي. نستمر في الخلط كما راكم تشوفوا حبيباتي. نزيدوا مبشور حبة ليمون، وإلا عندك مبشور برتقال كذلك للنكهة يجينا رائع. نخلطوا دائما، وهنايا نروحوا مباشرة. شوفوا الخليط هنا رجع لنا ابيض حتى يولي اللون تاعو ابيض. باه نزيدوا الزيت تدريجيا، نخلطوا ونزيدوا الزيت هكذا تدريجيا بشويه بشويه حتى نكملوا الكميه اللي راح نديروها. هذا الكاس الاول، نزيدوا نصف كاس تاني، نفس المقادير، كاس ونص سكر وكاس ونص من الزيت. نستمر في الخلط. وهنا بالنسبة للفارينة ماشي مقيدة بالمقادير، نبداو نديرو حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية. بون، هنا درنا كاس الاول، غربلناه بيان سور باش نهويو العجينة تاعنا. زدنا الكاس الثاني وغربلناه، وزدنا هنا ملعقة صغيرة من الخميرة الكيميائية. ما ديروش الخميرة بزاف البنات باش ما يخسر لكمش الشكل تاع اللمبوط. نستمر في الخلط ونزيدوا الكاس هذايا تاع المايزينا، ضروري كاس تاع المايزينا باش نتحصلوا على القرمشة تاع الحلوى تاعنا. نغربلوها ونخلطوا كما راكم تشوفوا البنات. هنا الخليط مازالوا راهو جاري، نزيدوا الفارينة وهنا نخدموا بيدينا باش نتحصلوا باش نحسوا بالقوام، ونتحصلوا حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية كما راكم تشوفوا فيها. هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه، عجينة طرية وملساء. فوالا، هنايا راني وجدت السنيوه تاعي، ندير لها كميه من الزيت، وإلا عندك بابي كويسون ديري بابي كويسون باش ما تلصقلكش. هنا دهناها جيدا ونحكموا اللمبوط تاعنا. هذا اللمبوط التقليدي نحكموا كميه من العجينه، نشمخوها بالزيت ونحطوها داخل هذاك اللمبوط، ونبداو نخرجوا في العجينه يخرج لنا هذا الشكل الدائري. شكليه كما تحبي، انا نديرهم على شكل دوائر كعكعات مسيسات. فوالا، هذا الحبة الثانية. ونستمروا نكمل في العجينة تاعي حتى نكملها. الحبيبات ما كبار ما صغار. نوجد الفرن تاعي على درجة حرارة 180 ونحطهم نحمرهم من تحت ونزيد نحمرهم من الفوق، ونشوفوا الوصفة تاعنا في طبق التقديم. وفي الأخير هاي الحلوى تاعنا شهيتكم في الجنة. أحلى حلوة لمبوط جزائرية تقليدية، القهوة العصر، لأغلى مشتركات عندي في القناة. ما عليكم إلى عجبتكم الوصفة تاع اللمبوط هذه الحلوة، ما عليكم غير تجربوها وتعطوني الرأي تاعكم فيها. وما تنسوناش في جيم وكذلك تعليق يكون محفز باش نزيدوا نديروا وصفات جديدة إن شاء الله، وبارطاج للفيديو باش تعم الفائدة للجميع إن شاء الله. شوفوا الشكل تاعها رائع، محمرة مقرمشة. شهيتكم في الجنة، وهكذا نتلاقاو مع وصفات أخرى بحول الله. سلام.